على بركة الله تومورو، على بركة الله غدا ماتش مصر وبوركينا فاسو في تصفية كأس العالم. أهم ماتش لينا وماتش عنق زجاجة. ليه؟ أول ماتش رسمي مع حسام حسن وإبراهيم، وبوركينا فاسو تعتبر من الفرق القوية، مش قوية جدا بس قوية وعندها عناصر قوية. يلقب بالفريق الحصنة الغير مروضة. عندهم أطوال فارعة، استامينا، لياقة بدنية وسرعة، فربنا يستر. بكرة الماتش على استاد القاهرة مع محمد صلاح. أبو صلاح جه حالق وفريش، مفيش شعر خالص، معرفش بقى متضامن مع حسام حسن ولا ايه. ناس كتير يقول لك هو وحسام بقوا كده ايه شبه بعض، مفيش شعر وكده وقاعدين يعلقوا على الشعر. مش مشكلتنا، حالق بشعر. ابو صلاح جه وبقاله كام يوم من 1 يونيو موجود والدنيا هاديه، وتصريحات حسام طلعت النهارده هاديه. وان شاء الله ربنا يوفق، ناخد ال3 نقط ونطير على طول على غينيا عشان نلعب الماتش بتاع غينيا، وناخد ال6 نقط ونبقى على بعد خطوتين من كاس العالم. تصفيات السنه دي المره دي لكاس العالم 2026 في افريقيا سهله جدا. 9 فرق ونص، يعني 9 فرق هتروح على طول مباشر اول المجموعة من ال9 مجموعات، وفي النص اللي بيتحدد بقى يعمل ماتش فيصل مع فرق اخرى من اسمه ايه ده، من قارات اخرى يعني. ففي 9 فرق افريقية ضامنة انها تروح، ومجموعتنا سهلة فيها مين؟ جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وغينيا وكده، يعني في المتناول. يا رب بكرة كل الجمهور يروح والاستاد يبقى مليان، ونشوف أحلى تشجيع لمنتخب مصر. بالتوفيق يا أبو صلاح، بالتوفيق يا حسام حسن. ويا رب بقى يا حسام تكون ركزت الكام يوم اللي فاتوا وما شتتش نفسك مع التصريحات الإعلامية، وده قال وده ما قالش، وركزت في الخطة واللعب. وأنا متأكد إنك هتلعب بكرة بمحمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني، وباك شمال بقى نشوف هتحط مين، وطبعا مروان عطية وإمام عاشور ومصطفى محمد وأبو صلاح وتريزيجي. بس يا ترى بقى هيلاعب زيزو ولا إيه؟ هنشوف بكرة التشكيل. جود لك لمنتخب مصر، ماتش الساعة 10 مع بوركينا فاسو، هيبقى ماتش جامد على استاد القاهرة. كلنا نقف مع بلدنا يا رب. كل التوفيق وكل النصر لمنتخبنا. أعزائي المشاهدين، نشوفكم بكرة بعد الماتش ونحلل معاكم الماتش، وإن شاء الله كل توفيق. نشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وبسلام. شكرا لحسن المتابعة، ميرسي.